تعالوا نشوف هذا صهيب. هذا الشخص كتير كان مسيء لثورتنا ولأحرارنا وشهدائنا. وتعالوا نسمع ايش كان يحكي ايامه وقت اللي كان على دور النظام المخلوع بشار الجعش. تعالوا نسمع. هي الأرانب خلفي. والله ما حدا أرنب غير انت يا صهيب. بتمنى من كل حر وشريف يشارك هذا الفيديو ويتم محاسبة هذا الخنزير. أتمنى من كل حر وشريف. تابع. جماعة النصرة، إرهابيين النصرة. أحلى شيء إنه بيركينا عم بيرفعوا إشارات النصر وإن رايحين طلعوا هنيك عند معلمينهم الأتراك. كمل الفيديو للأخير، كملوه. بتمنى من كل إنسان حر وشريف يشارك هذا الفيديو ليزجوهم بمعارك ويقتلون. اللي بده يرفع إشارة نصر هن أظن إنه يمكن إنه ضلوا جحشين، عرفت علي؟ بس اللي بده يرفع هيك إشارة بده يكون عم يقاتل لآخر دقيقة، مو وقت اللي إجا البوط العسكري. والله البوط العسكري راح ينحط بتمخ بإذن الله، لأن كل شيء بغار على ناموسه وشرفه يتابع هذا المقطع الفيديو للأخير. وهذا لساته عم بتفتل بين ثوارنا وأحرارنا. حس أخ البوط العسكري، حس إنه والله هون بالوجع. شوفوا ما أحلى قد إيه كيوت. والله هذا رايحين اخذينه يعملوا له حمام جوا. ديروا بالكم يا جماعة النصرة، لأنه بالأخير الجيش جاي على إدلب. سلام. يعني بيركينا عم برفعوا إشارات النصر، بس واحد يقول لهم 1% إنه على إيش عم ترفع إشارة النصر؟ إذا أنت مقلع على إدلب، على إيش عم ترفع إشارة النصر؟ عم لي هيك هو عم بقول لك إنه ضل جحشين، عرفت؟ فهن هدول إنه ضل جحشين فقط لا غير. اللي بده ينتصر كان بيضل عم يقاتل لاخر دقيقه، مو وقت اللي برصوا البوط العسكري بيهرب. السيلفي وباصات. رسالتي لإدارة أمن العام، أتمنى يتم محاسبة هذا الواطي، لأن كتير صور على جثث الأحرار ويحكي علينا ويشتمنا بأعراضنا وناموسنا.